قبل ما نبدأ وصفتنا مع بعض نشوف البابريكا اللي في الطبق ده بكذا نوع اهي. عايزاكم تقولولي انهي النوع الاصلي، ودي البابريكا كمان اللي احنا عملناها هنشوفها برضو مع بعض ونشوف طريقتها ازاي عملناها بالشكل ده. وكمان معانا الشطة الحمراء عملناها في البيت برضو بنظافة عالية وبجودة عالية برضو احلى من اللي بنشتريها من بره زي ما احنا شايفين مع بعض كده. يلا بقى يا حبايبي نقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا البابريكا مليانة في السوق معانا اليومين دول، ودي البابريكا الحارة زي ما سمعنا مع بعض صوتها بالشكل ده كده تبقى طازة. الأفضل تعمليها طبعا وهي طازة، وهنقطعها شرايح رفيعة بالشكل ده. كمان ممكن تضيفي لها قرون شطة حمراء زي ما شفنا كده، هتنفع برضو في الوصف. تقدري تحشي البذور بالطريقة اللي احنا شايفينها مع بعض كده زي طريقة المحشي بالظبط. فضيها بقى جنبيكي في صينية في طبق أي حاجة، ونسبة الحرقان كلها اللي بتبقى في الشطة بتبقى في البذور. فلو انت حباها سبايسي زيادة هتخلي معاكي شوية بذور كده تحمصيهم مع الفلفل وتضربيهم كمان معاه. مش حابة تقدري تتخلصي من كمية البذور كلها وتعملي الفلفل بس زي ما بتجيبيها جاهزة. انا هنا حطيت شوية بذور بسيطة بس ودخلتها الفرن على نار هادية بالشكل ده. مش عايزين نحطها على نار عالية علشان خاطر ما تتحرقش معانا، وكل فترة كده تقلبيها علشان كلها تبقى لون واحد وتنشف كلها بنفس الدرجة. كمان أول بقى ما تبدأ تنشف معاكي تقفلي عليها وتسيبيها تنشف بالشكل ده كده في الهوا. لازم تاخد كده شوية هوا بعد ما تقفلي عليها علشان تبقى خفيفة زي ما بيبقى عندك كده شوية شطة في التلاجة قرون كده وتنشف بتبقى خفيفة كده زيها بالظبط. هتطحنيها عادي خالص وتصفيها بالشكل ده هتبقى معاكي بالشكل ده. دي كده البابريكا الحارة بطريقة سهلة جدا. طبعا بره أسعارها غالية جدا، احنا عملناها في البيت بتكاليف بسيطة زي ما متعودين مع بعض وصفناها وخدنا حاجة جودتها ممتازة جدا. هنشوف طريقة حفظها مع بعض وهنشوف البابريكا المغشوشة اللي في الأسواق وازاي نعرفها مع بعض، وطبعا استخداماتها بتبقى كتيرة في المطبخ. يلا بينا بقى نشوف طريقة للشطة الحمراء. بنغسلها كويس قوي وننشفها بمناديل ما يبقاش فيها مية ونسيبها في الشمس بتبقى خفيفة بالشكل ده. ببدأ بقى ان انا افتحها واشيل البذور واطحنها بنفس الطريقة اللي احنا عملناها، ما دخلتش الفرن خالص. والطريقة دي انا ما استخدمتش فيها فرن البوتاجاز، وتبقى عاملاها بكل سهولة وبتبقى نتيجتها حلوة برضو. يبقى احنا كده عملنا الشطة الحمراء من البيت بكل سهولة وما نشتريهاش من بره تاني علشان أضرارها وأضرار تخزينها. بعيد بقى عن إن هي كمان بتبقى رخيصة أو غالية. الشطة الحمراء بالذات أنا ما بطمنش لطريقة تخزينها بره، فأنا بحب أعملها في البيت وبتبقى على إيدي وبختار نوع الشطة وجودتها اللي ببقى عارفة هي معمولة من إيه وببقى شايفاها قصاد عيني. وبكده يبقى معانا طريقتين نقدر نختار منهم أي طريقة ونجربها ونشوفها. كمان عشان ما تتعبيش في طريقة التجفيف اللي بتبقى في الفرن، ممكن في أي وقت تكوني عاملة صينية بطاطس صينية فراخ أي حاجة في الفرن، أي حاجة بتستخدمي فيها الفرن تدخليها معاها تكون حاجة حادقة يعني علشان خاطر الريحة ما تاخدش من بعضها وتلقط. فكده هتبقى سهلة معاكي كل شوية تدخليها وتطلعيها ما يجراش أي حاجة. الوصفة مش هتبوظ. أنا بعد ساعات بعمل كده وساعات ببقى جايبة كمية وبحطها كلها مرة واحدة ما احسش بالوصفة، هلاقيها اتعملت معايا كمان من غير ما احس وحاجة نضيفة في البيت. وده الطبق اللي في اول فيديو. يلا بقى نشوف قصته ايه ونتكلم مع بعض على انواع البابريكا اللي بتبقى مغشوشة في الاسواق. ده غير طبعا لما بنبقى قلقانين من الحفظ والتخزين ومنبقاش عارفين هي فيها ايه. هي طبعا مغشوشة فبتبقى كلها عك في عك. انا هنا حبيت اقرب لكم النسبة شوية واعملها لكم في البيت، وكمان هنشوف مع بعض ازاي بتبقى مغشوشة. انا عملتها عشان نعرف الفرق في المغشوشة، محدش يضحك عليكي، تبقي مفرقة اللون تبقي مفرقة الملمس، تبقي عارفة البابريكا الأصلية مش أكتر من كده. فاحنا كده هنشوفها مع بعض. طبعا اللون الأحمر اللي في النص ده لون أحمر صرف وطبعا مفهوش أي بابريكا. وبعد ساعات كمان بتجيبيها من الأسواق بالشكل دوت وبتعرفيش إن هي لون غير لما بتستعمليها، لكن لما بتعملي طبعا البابريكا في البيت حلوة معانا. فاحنا طبعا عملناها في البيت مدخنة بطريقة جميلة علشان خاطر
نستخدم الحاجة كده وضمنها، وبتبقى كمان طعمها ألذ معانا. ودي البابريكا اللي عملناها وهنلاحظ الفروق كلها فيها. البابريكا المغشوشة بتفرق في الملمس، بتفرق في الجودة، بتفرق في اللون، بتفرق لما بتيجي تستعمليها بتلاقي اللون معاك اتغير 180 درجة، وبتبقى باينة خالص إن هي مغشوشة، بس ما بتعرفهاش غير لما بتحطيها في الأكل. فانت كده عرفيها معانا واحدة بواحدة، وتبقي كمان بتشتري من عطار انت واثقة فيه إلى حد ما، علشان ما نتغشش في البابريكا، والوصفات اللي بنعملها ما تبقاش فيها مواد حافظة أو حاجات بطرق تخزين سيئة جدا زي اللي بنشوفها في الأسواق. طبعا هنا أنا خدت شوية شطة وعملت ميكس علشان أعمل لكم البابريكا بلون وبقسماط طلع معانا بالشكل ده، ودي معمولة بالنشا، فركت نشا بلونه، والدرجة بقى البامبا والأحمر على حسب اللون اللي انتوا بتحطيه إذا كان كتير ولا قليل. وبناخد من اللون الأحمر ونضيف وبمية بسيطة كده ونفركها، وهنبقى نشوفها مع بعض. هنا هنلاحظ إن لونها بيبقى فاتح شوية عن بقية أنواع البابريكا اللي معانا هنا. أما بقى البابريكا اللي قريبة شوية من البابريكا الأصلية، هي بابريكا حلوة مش بابريكا حارة زي اللي عاملينها، بس هتبقى مناسبة وناخدها على طول بالشكل ده. هنضيفها طبعا، ليك ان انت تضيفي سنة ملح، ليك ان انت تضيفي سنة نشا، مفيش اي مشكلة. دي طريقة الحفظ عشان تعيش معاكي وتفضل بنفس الجودة ما يتغيرش فيها اي حاجة. طبعا احنا هناخد منها زي ما بناخد من اي توابل بمعلقة ناشفة، والوصفة بتاعتنا ممتازة 100%، فمش هتاخدي بنفس الكمية اللي انت بتاخدي منها من البابريكا اللي بتشتريها من عند العطار. طبعا مش عايزة اقولك بقى الريحة عاملة ازاي، والطعم عامل ازاي، واللون عامل ازاي، وهتعملوها وتجربوها ان شاء الله وهتعجبكم. وعارفين طبعا ان انا ما بقولكمش على وصفة غير لما ببقى مجرباها وببقى واثقة فيها 100%. على طول بقى لايك للي لسه ما حطش لايك، واشتراك للي ما اشتركش لغاية دلوقتي في القناة. الوصفات تستاهل. زي ما احنا شايفين مع بعض بقى هنبدأ نعمل التست بتاعنا ونشوف نوع البابريكا الأصلية من المغشوشة عشان محدش يضحك عليكي. زي ما احنا شايفين مع بعض كده، دي بمجرد ما نزلتها في المية لون أحمر صرف، ما فيهاش أي بابريكا. مين اللي هيطبخ بالبابريكا بالشكل ده؟ طبعا هتغير لك لون الطبيخ ولون أي وصفة انت هتعمليها، فما تبقاش بجودة عالية ومش هتنفع معاكي. طب احنا ايه اللي يجبرنا على الغش اللي في السوق بالشكل ده وعلى الأسعار الغالية؟ احنا نعملها في البيت ونبقى عارفينها وبأقل التكاليف وبجودة ونظافة احنا ضامنينها. ديت النوع التاني اللي هي معمولة بالنشا اللي هي اللون الفاتح، ودي اللي فيها شطة. اللي فيها شطة بالشكل ده بمجرد ما هنزل بيها هتبقى إلى حد ما معقولة وقريبة من البابريكا الأصلية. كمان اللون مش أحمر جامد، بس أنا حبيت أقربها لكم، دي برضو أنا اللي عاملاها في البيت، يعني تعرفوا الفروق في البابريكا المغشوشة، ودي بتبقى قريبة شوية من البابريكا الأصلية، بس طبعا يعني تعتبر إلى حد ما، يعني نقول قريبة من 50%. طبعا مفيش بابريكا بيور 100% زي اللي انت بتعمليها في البيت. وديت برضو عملتها بنفس الطريقة اللي هنبقى نشوفها مع بعض في آخر الفيديو. لو انتوا حابين تشوفوا ازاي كحاجة كده للمعرفة، كملوا لآخر الفيديو. حابين تكتفوا بطريقة الشطة وطريقة البابريكا مفيش مشكلة. ادي كده دي شفناها لون احمر صرف، ودي قريبة شوية وكنا حاطين لها كمان بودرة زعفران مع اللون الاحمر، والاخيرة ديت كانت الدرجة بتاعتها مش لون احمر صرف. يلا بقى نشوف التيست في البابريكا الاصلية بتاعتنا. فرق اللون كمان اما بتدوبيها في المية بتبقى مختلفة تماما 180 درجة عن انواع البابريكا التانية المغشوشة. كمان انا لما تعملوها وتجربوها هتشموا الريحة نفسها، انتوا هتحبوا ريحتها كمان، وريحتها في التتبيلات والمشاوي والوصفات. كل الوصفات بتبقى ريحتها جميلة جدا، ده حتى في الفشار بنعملها بتبقى جميلة جدا. فشار كده بالتوابل زي اللي بنجيبه من بره بتبقى ريحتها روعة روعة روعة. زي ما بقول لكم كده هتجربوها هتعجبكم، مش تخسروا اي حاجة. هاتوا حتى ان شاء الله نص كيلو، جربوه في فرن البوتاجاز وانتوا بتشتغلوا اي وصفة، وهتدعولي فعلا، وهتعتمدوا كل طرق لذيذة وسهلة في وصفاتها كلها، لأنها الوصفات مجربة ومضمونة ولذيذة فعلا وسهلة. أتمنى إن الوصفة تكون عجبتكم، وأتمنى إن انتوا تكونوا عرفتوا الفروق وعرفتوا التست ازاي في البابريكا المغشوشة من البابريكا الأصلية، عشان محدش يضحك عليكي تاني، وتعرفي تجيبي نوع بابريكا مضمون 100%، ضمن الجودة، ضمن النظافة، ضمن الطعم، ضمن الريحة، ضمن فيه كل حاجة. أنا الريحة كنت شماها وأنا بعمله كده
جميلة جدا. يلا بقى نقول شوية نصايح واحنا عملنا الشطة وعملنا البابريكا. دي بابريكا حارة وشطة، طبعا هي مش هتوجع في الايد زي ما عملنا. لو ترجعوا الفيديو الشطة الهريسة او الهريسة الحمراء اللي كنا عاملينها، كانت طبعا طرية، فكانت نسبة الحرقان فيها تبقى عالية. دي كانت ناشفة، هتلاحظوا ان انا بقلب بايدي عادي مفيش مشكلة، علشان خاطر ان هي ناشفة خلاص. بس تخلي بالكم طبعا علشان عينيكم، علشان الحرارة الصهد كده بتبقى مطلعة والله صهد كده، فخلي بالكم. ويلا نشوف بقى هنا الطريقة اللي انا عملت لكم بيها البابريكا المغشوشة، عشان تعرفوا ان انا مش شارياها. انا جبت لكم دي عشان تعرفوا ان انا مش شارياها، انا اللي عاملاها، لان انا مش هروح هرمي فلوس في بابريكا مغشوشه. طب انا اقدر اعملها في البيت واوريها لكم، انا بس بوريكم التست. وعلى فكره دي كنظافه والله احلى من البابريكا المغشوشه اللي من بره كمان، لان المغشوشه اللي من بره دي حتى لو فيها نسبة بابريكا أصلية انتي مش هتحبي تشتريها لما تشوفي طريقة التخزين وطريقة الحفظ، لأن طبعا الأسعار بقت غالية عشان تجيبي حاجة نظيفة دلوقتي. ربنا يعين الجميع. هتبقى بالشكل دوت. أنا استنيت عليها شوية عشان تبقى خفيفة وناشفة زي اللي احنا بنجيبها من بره. طبعا ده الغامق وده الفاتح، عملت ميكس ما بينهم ادوني درجة تانية خالص. أنا وريتها لكم بجميع درجاتها، وريتها لكم باللون الفاتح، وكمان وريتها لكم بالشطة اللي بتعتبر عليها نسبة بابريكا زي اللي بره. دي البابريكا بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده، ضمان جودة ونظافة. ودي الشطة بتاعتنا الحمراء، يعني كمان مش هتشتري الشطة الحمراء من بره، انت اللي هتعمليها في البيت. وكل حاجة بعد كده احنا اللي هنعملها في البيت. وكل سنة وانتم طيبين.